نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، أو ببساطة نيمار، هو واحد من أهم وأحرف اللعيبة اللي عدوا علينا في تاريخ الكورة. لعيب برازيلي أصلي بكل جينات السامبا، لكن في لغز كبير له علاقة بنيمار وإصاباته المتكررة في نفس التوقيت كل سنة في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس. نيمار اتعرض للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل الفرنسي في الدوري، وخرج وهو بيبكي، خاصة وإنه هيغيب عن مباراة العودة ضد بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري الأبطال. الإصابة هتبعد نيمار عن الملعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، لكن اللغز الكبير هو توقيت الإصابة، واللي بيتكرر كل سنة من سنة 2013، واللي بالصدفة الغريبة هو نفس توقيت عيد ميلاد أخته رافائيلا، واللي بتربطها علاقة قوية جدا بنيمار لدرجة إنه راسم صورتها وشم على دراعه. نيمار من سنة 2013 ولحد 2023 كل سنة بيجيله إصابة أو بيتعرض لإيقاف عشان يغيب عن مباريات فريقه ويسافر للحفلة السنوية للاحتفال بعيد ميلاد أخته. يمكن تكون مصادفة، لكنها هتكون مصادفة غريبة بشكل مريب. خليني أقول لك ليه. لمدة 10 سنين متتالية نيمار غاب في 9 سنين فيهم في نفس التوقيت من السنة ما بين إصابة أو إيقاف، وفي نفس الوقت بيكون حريص جدا إنه يحضر عيد ميلاد أخته ويسافر ليها مخصوص. وده نشر اتهامات كتير ضد اللاعب انه بيتعمد ادعاء الاصابه او الايقاف عشان يحضر عيد ميلاد اخته. حتى في الوسط الرياضي بعض اللعيبه كانت بتسخر من القصه دي، ومنهم سيرجيو راموس زميل نيمار الحالي في باريس سان جيرمان لما كان لاعب في ريال مدريد في 2017، واللي رد على انضمام نيمار لريال مدريد بانه اكيد هيكون اضافه قويه للريال، ولكن مدريد عليه الاول انه يتفاوض معاه في قصه عيد ميلاد اخته. القصة كلها هتفضل موضوع محير جدا، خاصة بأن اللاعب ذات نفسه ما علقش بأي شكل على كل الاتهامات اللي بتوجه ليه. هل بيتعمد اللاعب الغياب فعلا في نفس التوقيت في السنة بسبب أخته؟ وإيه هو حل لغز إصابته المتكررة في نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس؟ الإجابة اليقين فعلا هتكون عند نيمار.